السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنشوف في الفيديو ده هنأكل العصافير البادجي عندنا أغلى فاكهة في العالم. هنأكلهم الدراجون فروت. طبعا كلنا عارفين أو محدش يعرفه برضو كتير لكن اللي عارفينه عارفين إنه غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، إنه موطنه شرق آسيا، فعشان كده يعتبر هي فاكهة استوائية جميلة غالية. إن شاء الله الحمد لله توفرت عندنا في الوطن العربي فحبيت أجربها ونوريها لكم والعصافير بتاكلها. هي فاكهة يعني لها فوائد كتير، وطبعا لها فوائد للعصافير كتير. فهنشوف شكلها الأول. ده صنف من أبيض من بره، احمد من بره ابيض من جوه زي ما انتم شايفين كده. وده الدراجون معانا اهو، وهنأكله للعصافير ان شاء الله ونشوف النتيجة. هي نتيجته ممتازة، جربت قبل كده والحمد لله كلوه، كانوا يعني بيعشقوه كده. فهنجرب تاني قدامكم ونشوفوا له فوائد كتير، وخصوصا في التخصيب لو عايزينها تبيض ويبقى انتاجها كويس في بيبقى برضه خصوبة كويسة ما شاء الله. يعني الدراجون ده عصافير لسه صغيرة، هنحط لهم الدراجون فروت، هنعلقه لهم هنا. هنعلقه لهم ونشوف مدى حبهم للدراجون فروت. هما بس في البداية عشان انا بصور وقريب منهم فخايفين. هنثبت التليفون عليهم ونشوف وهم بياكلوه. دراجون فروت من الفواكه الغنية بفيتامين ج. كمان يعني مقوي جدا لجهاز المناعة، في مضادات أكسدة كتير. كمان في فيتامين سي بنسبة كبيرة، يعني عشان يساعد جسمك على امتصاص الحديد. عشان كده هو زي ما هو غني للإنسان غني أيضا للطيور وخصوصا العصافير. كمان لو احنا عندنا عصافير أو طيور زينة عايزين اللهم صل على النبي، عايزين التكاثر بتاعها يبقى عالي تبيض أكتر، فبنديها دراجون فروت نص واحدة زي ما انتم شايفين كده لو متاح عندنا. بيساعد جدا على التكاثر. فعشان كده برضو يعني نص واحدة ده كفيهم اسبوع. لو جوز برضو منكترش ليهم. في البداية بيستغربوه، بعد كده بيبدأوا ياكلوا فيه. هياكلوا القشر وياكلوا الجزء الداخلي، الاتنين ليهم فوائد كبيرة جدا. عشان كده انا بقول لكم لو متاح عندكم يبقوا تدوا العصافير بتاعتنا. زراعة الدراجون سهلة جدا، ممكن نزرعها عندنا ونوفر الثمار بأقل تكلفة. لو عندنا العصافير وعايزين نوفر لها، جربوا في واحدة وهتشوفوا النتائج ما شاء الله، يعني كويسة جدا. جربتها انا بنفسي والحمد لله ادتني نتائج مبهرة الحمد لله، يعني ما شاء الله.
باي.